هاعمل معاكم أكلة حلوة أوي، 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 بس كل شيخ وليه طريقة، بس الأكلة دي فيها عناصر غذائية هتدخّلي فيها عناصر غذائية هتغذّيكِ وهتغذّي ولادِك وتحفة، وكل شيخ وليه إيه طريقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم يا حبايبي عاملين إيه؟ صلّوا على النبي، قبل ما تبدئي ولا تعملي أي حاجة تصلّي على الرسول وتستغفري ربنا وتقولي توكالي واعتمادي عليك يا رب. ما تنسيش تحطّي اللايك وتشتركي في القناة وتفعّلي زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. دلوقتي الحلة اللي أنا ولّعت عليها على النار اللي أنتم شفتوها هناك دي، هُم والله العظيم والله كانوا آخر بطاطسيتين عندي، وحطيت إيه، البيض، سلقت البيض 5 بيضات، 5 بيضات ومعاهم إيه، بطاطسيتين، قطّعت البطاطس شرايح يعني بس تخينة، وولّعت عليها على النار وحطيت لها شوية ملح، وسِبتها إيه، يتسلقوا مع بعض على النار. جِبت حلة نزلت فيها بالزيت بحوالي معلقتين من الزيت وترجع للكمية اللي أنت هتعمليها، وخرطت بصلاية وسط، فطبعًا ترجع للكمية اللي أنت هتعمليها. بعد ما خرطت بصلاية وسط، جبت ايه، ربع كيلو من العدس. جبت ربع كيلو من العدس وجزرية مبشورة، نزلت الاول بالجزرية المبشورة، بعد كده نزلت ايه بالربع كيلو عدس. هتقولي لي هتطبخي عدس، هقول لك لا. نزلت ايه بالملح وكمون وفلفل اسود، وهديهم تشويحه محترمه، هفضل اشوح فيهم. الطريقه دي حلوه قوي قوي قوي، ما بتخليش ان هو ملعبك معاكي ولا يعجن معاكي. الطريقة دي حلوة، تشوحيه. طبعا انا بعمل مقدار العدس مقدار الرز، طبعا انا عامله ربع كيلو عدس يعني كوبايه عدس، عملت ايه قصادها كوبايه ايه من الرز، بعمل المقدار واحد. الطريقه دي بقى في اللي هو الكشري ده، الكشري العدس الاصفر ده، الطريقه دي ما بتخليش الكشري يلعبك معاكي ويعجن معاكي، بيفضل معاكي حبايه الرز الحبه بحبتها، والعدس كده طعمه حلو. طبعا نزلت بقى بالميه، اديتهم تشويحه مع بعض، الرز والعدس تشوحوا مع بعض تشويحه محترمه والجزره والبصله، ورحت نازله ايه بالميه وبدوق الحد. نزلت بالميه، انتوا شايفين منظر الميه جميل ازاي؟ عايزين اقولها لكم من الاول تاني، هقولها لكم. طبعا انا رجعت الحله ورا، مش عارفه عندي مرض تبديل العيون، رجعتها ورا عشان اهدي عليها النار بعد ما تغلي، وهسيبها مع نفسها تغلي، اهدي عليها النار تتشرب. طبعا خدت طاسه حطيتها على النار زي ما انتم شايفين كده، عشان كانت مبلوله تنشف، وهعمل كوبايتين شاي محترمين. زي ما انتم شايفين كده، الميه اللي في البراد ما كفتش الا كوبايه واحده، الحمد لله والفضل ربنا. اهي كوبايه شاي بالنعناع تستاهل بقكم. البطاطس كانت اتسلقت والبيض، رحت جايبه البطاطس مقشراها زي ما انتم شايفين كده، كانت سخنه مولعه نار، بقول لك سخنه مولعه نار. عايزاني اقول لك طريقه الكشري تاني، هقول لك. جبت ايه، معلقتين من الزيت، خرطت عليهم بصلايه وسط، البصلايه اصفرت، نزلت بالجزر، اديته تشويحه مع البصلايه، رحت نازله بايه بالعدس، اديته تشويحه مع الجزرايه مع البصله، بعد كده نزلت بالرز برضو تشويحه محترمه، نزلت بالملح والكمون والفلفل الاسود، بعد كده نزلت بالميه بتاعتي، برضو بدلت العيون. خدت البطاطس بعد ما قشرتها حمرتها وطلعتها زي ما انتم شايفين كده، اللون الجلد الجميل ده، رشيت عليها ملح وكمون. نزلت بالبتنجان، كان عندي بتنجانتين عروس وبتنجانه واحده رومي، والحمد لله والفضل ربنا، ورحت منزلاهم. سخنت الزيت كويس ورحت نازله ايه بالبتنجان بتاعي، جبت البيض رحت اقشره، كنت قشرت البيض وركنته. طبعا في ناس بتدحرج البيض، انا ولادي ما بحبوش متدحرج بصراحه ربنا، انا ممكن ادحرجه في الزبده كده واهرسه في الزبده، لكن ان هم يحمروه في الزيت والكلام ده، ولادي ما بيحبوش كده بصراحه. جبت بقى ايه، قلت اقطع ايه شويه سلطه معاكم، سلطه بلدي جميله، سلطه مصريه تحفه، عباره عن ايه، عباره عن طماطم، بصلايه، طبعا الكشري بيحب ايه السلطه ام بصل، مع خيارايه، مع خضره مشكله، كزبره وشبت وبقدونس، مع قرن فلفل. بصراحة ربنا الشبت في السلطة حوار خطير، لو انتوا مش مصدقيني جربوه في السلطة، هتفضلي تعمليه على طول، مش هتسليه، هتعمليه دايما مع ليمونية، بيبقى تحفة الشبت في السلطة، بصراحة ربنا بيبقى جامد. طبعا بقطع السلطة بتاعتي معاكم وبقلب في البتنجان، بس اعملي شوية الكشري المحترمين دول بالطريقة دي، كله عناصر غذائية، فيه الجزر غذاء،
العدس بروتين، الرز فيه نشا، البصلايه كمان حلوه للاطفال وجميله لما تصفرها كده. وفي اطفال ما بيحبوش البصل في الاكل، في اطفال ما بتحبش البصل في الاكل، فانت لما تدخليه في اكله زي دي مش هيعرفوها، عمرهم ما هيعرفوها. وما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد، وتدعوا له في الكومنتات بزيارة بيت الله الحرام، وتدعوا لأولادكم بالهداية، وربنا يكفيهم شر الصحاب السوء ويكفيهم شر نفسهم. طبعا البتنجان خد اللون الجولد الجميل ده، طلعته وهملحه بقى بهرسة الشطة اللي أنا كنت عاملاها بالثوم. حكاية حكاية، أكلة تفتح النفس، تحفة جميلة. انتوا شايفين الفلفل الأحمر اللي أنا بحمره ده؟ ده الفلفل اللي هو التخين ده اللي بيبقى حامي قوي، تحفة تحفة. ادي هرسة الشطة اهي، شايفينها عاملة ازاي؟ دي اللي انا كنت عاملاها بالثوم في الزيت، كانت تحفة بصراحة. ربنا ملحت بيها البتنجان، خلى طعمه خطير. طبعا الفلفل انا ما بحبوش احمر، هو يدبل بس وبروح مطلعه ودقوه دقوا طعمه. هديله انا بحب ارش على الفلفل بصراحة ملح بس انا حطيت له بقى من هرسة الشطة اللي انا عاملاها دي، حوار بقول لكم، خلته حاجة تانية. وهعصر ليمونة نص هنا ونص هنا، هعصر عليه ليمون. بصراحة ربنا بيبقى حلو قوي. طبعا انا كنت نسيت اقشر البيض، انا قلت لكم انا قشرته في الفيديو من ورا، بس انا ما كنتش قشرته، اكتشفت ان انا ما قشرتش البيض وهقشره معاكم دلوقتي. شفتوا بقى؟ اكتشفت نفسي ان انا ما قشرتش البيض. علقولي بقى في الكومنتات، انا صح ولا غلط؟ مين بيعمل الكشري زي كده؟ مين بيعمل الاكله العظيمه الجميله التحفه دي زي كده؟ جربيها بالطريقه دي، حلوه قوي. طريقه الجزره دي جميله جميله جميله، طريقته تحفه وجميله. بصوا ما استناش، انا بعشقها الاكل ده، الاكله دي انا بعشقها بالسلطه كده. رشيت على السلطه بقى ملح وكمون وفلفل اسود، وعصرت عليها ليمونه واديتها معلقه خل ورحت مقلباها. فاكرين الطبق بتاع زمان الجميل ده؟ الطبق ده هو والله العظيم بتاع جهازي. شايفين الطبق الجميل ده بتاع زمان؟ انا هغرف فيه بقى عشان نرجعوا لايام زمان على حق ربنا. شايفين اللون عامل ازاي؟ شايفين منظره نازل بيبدر بالحبه ازاي؟ بيبدر بيبدر كده بالحبه. الطريقه دي ما بتخلوش يلعبك معاك ولا يعجن معاكي. انت مش ساعات بتيجي تغرفيه كده بتلاقيه ملعبك؟ لا، مش هتلاقيه كده خالص. رشيت على البيض فلفل اسود وملح وكمون. بصوا المنظر عامل ازاي، شفتوا منظره عامل ازاي؟ الرزايه برزتها، العدس جميل طعمه حلو تحفه، شويه سلطه مصريه عظيمه مع بتنجان مدحرج. كان المفروض طماطم مخلله بس انا قلت البتنجان كفايه بقى، هي شغلانه مخللات ولا ايه؟ الناس هتزهق مني ولا انتوا بتحبوا كده؟ شايفين البتنجان يفتح النفس ازاي؟ اكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.